طبعا انتشرت اليومين اللي فاتوا ان في كاس العالم للانديه في احتماليه انها تعمل في المغرب، وفي احتماليه انها تعمل في ابو ظبي، وفي احتماليه انها تعمل فين؟ في السعوديه. طبعا كلام كتير بينتشر، يعني انتشر كلام انها تعمل في المغرب. بعد كده طلعت صحيفه ازل الاسبانيه بتقول ان ريال مدريد اتبلغ من الاتحاد الدولي انها تعمل فين؟ في ابو ظبي. وفي مطالب في السعوديه ان السعوديه تنسحب من انها تطلب التنظيم، عشان ده ما يأثرش على الهلال السعودي في كونه انه ياخد دوري ابطال اسيا اللي هي لسه هتخلص في شهر فبراير. القصة مش في كده. القصة ان في حالة طبعا المغرب هي اللي نظمت، الاهلي هو اللي هيشارك كونه وصيف دوري ابطال افريقيا، عشان الوداد بطل الدوري المغربي، وما ينفعش اتنين من دولة واحدة يشارك في كأس العالم للأندية. طبعا في زي ما قلنا صحيفة آز الأسبانية قالت كلام، وفي الصحفي الغاني المهتم بالفرق الأفريقية والمقيم في أسبانيا ميكي جونيور بيقول إنه خلاص شبه حسمت للمغرب. سواء كان كده أو كان كده، لازم يبقى في قناعة عند الجماعة الحلوين بتوع الفراخ البيضة إن الأهلي ما تفرقش معاه، لأن هم لما سمعوا الخبر إن هي هتتنظم في أسبانيا في أبو ظبي احتفلوا. الجماعة الزملكاوية احتفلوا إن هتتنظم في الإمارات. زعلانين إن الأهلي مش زعلانين إن الأهلي مش هيشارك للمرة الثامنة، يعني مش المرة الأولى مثلا يفرحوا فينا، زعلانين فرحانين إن الأهلي مش هيشارك للمرة الثامنة، وإحنا زي ما قلنا مش هتفرق معانا خالص. واللي يقول لك إن هم اللي أكتر ناس مهتمين بالموضوع. يعني أنت لو شفت على صفحة خالد غندور النهاردة بيقول لك في حالة تنظيمها في المغرب إن الرجاء هو اللي هيشارك مع الوداد. طب هيشارك ازاي؟ لا كمان منزل ورق ولوايح وقصص وحوارات. يعني انت يا حبيبي يعني هتركز معانا انت لحد امتى؟ يعني الموضوع ليس لكم علاقة بيه، موضوع لكمش علاقة بيه خالص، داخلين فيه ليه ما تعرفش. طب انت يا حبيبي شد حيلك وخد افريقيا وادخل كاس العالم للانديه، وسليم ما تفرحش، يعني انت مش هيفرق معاك لو تطلع كمان صفحات تاني وكلام من اعلاميين تابعين للزمالك غير خالد الغندور يقول لك لا احنا في ناس تبعنا وحنبلغهم ان احنا واخدين الدوري سنتين ورا بعض، والفريق اللي انتوا عايزين تدخلوه ده مركز ثالث وما ينفعش واحنا المفروض نشارك. يا حبيبي ما تشارك يا حبيبي، ما انت في افريقيا مش بتفلح فيها، هتفلح لي في كاس عالم الانديه. لكن حط في حسبانك ان جمهور الاهلي اقسم بعز جلاله الله ما تفرق معاه، كانت كده او كانت كده ما تفرقش معانا خالص، لان احنا شبعانين بكاس عالم انديه، شبعانين كاس عالم انديه. دور على نفسك، طور من نفسك، ما تقعدوش اصل انتوا خلاص، ما احنا عارفين تمامكم دلوقتي في الدوري، عارفين تمامكم الامور بتيسر ازاي. لكن انت لو دخلت لي كاس عالم انديه ما هو قدامك افريقيا اهو، ادخل يا حبيبي افريقيا اعمل فيها حاجه. فحته انك تجتهد والكلام ده وتدور على قوانين ولوائح والكلام ده بحيث تقول ان الرجاء هو اللي يشارك، يا حبيبي الاهلي ما بتفرقش معاه. الاهلي اكبر كيان في مصر بجمهوره والكلام ده. واخد شوف دلوقتي من شويه رئيس نادي الزمالك بيقول ان سبب عدم وجود رعاة الزمالك جمهور الزمالك. شفت الدايره لفت 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 وجات عليكم. بيقول ايه؟ بيقول اصلا جمهور الزمالك لو يدخل على الرابط بتاع رابطه الانديه ويصوت لاعب زيزو بتاع الزمالك. لكن انتوا مش انتوا فين؟ انت عارف يا حبيبي ملخص الموضوع ده؟ عشان يا ريت يعني موضوع الرابطه ده واختيار احسن لاعب، يعني اكبر مثال يخليك تطلع من دماغك ان انا اكثر شعبية في مصر والوطن العربي، والزمالك 60 مليون والزمالك 40 مليون. انت لو عندك الاعداد دي، شايف نتائج التصويت دي بتبين الفارق بين جماهيرية الاهلي وجماهيرية الزمالك. عشان كده ما تدورش على عقد رعاية. نهاركم ابيض وجمعة مباركة وتصبحوا على خير.